مرة شو مسوي مصطفى وحسين؟ اي قال لي انا جاي، قلت له انا مو بالبيت، ايش سوى؟ سدمني يمي دق على حسين، قلت له انا الو، هو ما متعودين على صوتي، كان يقول الو. اي زين فحكيتي من تلفون زوجك ويا مصطفى هذا رسن. انت وين؟ عبالي اجي شارك. اي زين ولد سلفه غير خابر على صديقي. اي انا شنو كشفت الموضوع انه هذا مو اختلع عليه يطمطم لهذاك. ولد تصريحات الناريه. كل عام وانت جبت هدايا لاحمد. جبت له هدايا وورد مو مثلهم لون احمر، جبت هدايا لون ازرق الورد الابيض. من ابو ناس قطعتهن. لا والله اشتريتهم بفلوس. هو المكان زين بس ما نقول بيه. الله يحفظ. الكارت مو واحد، كتبت لك اثنين، يقول لك كلهم بكتيريا بس انت فيتامين. الله جاي لك عطر وورد مقابل اعلان. والله دفعت فلوس، والله صرفت. صرفت يعني الموضوع بالدولار. زين اوكي اذا شلونكم؟ شلون الصحة؟ هسه رجعت من التمرين وادري انه انا متاخر ما انزل الصور كلها والفيديوهات، بس هسه 7 شهر راح انزلها وعيونكم، واسف على التاخير. احبكم هوايه كلش هوايه، شكرا لكل الناس اللي عايدت، الواحد ونسنا، كانت هيك جمعه بسيطه، اسف للناس اللي ما دعيتهم، بس يعني كانت جمعه هيك بيناتنا جماعه الوسط، لا اكثر ولا اقل. وبس يعني هيك من الناس صارت اللمه، والدعوات كلها صارت بنفس اليوم او قبل يوم، هاي بالزايد. يعني ما كان اكو شيء محضرين له بصراحه. فكانت بدعوه كريمه من مطعم سانسيت وقريه دجله انه يحتفون بالعيد ميلاده وهيك، وانا ما احب هاي المناسبات دائما. المهم شكرا لكم، والبحر كلش تونستوا، والله يجمعنا دائما على الخير والنجاح والمحبه. تحياتي للجميع. And marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. في قهوة عالمفرق، في موقدي وفي نار، نبقى أنا وحبيبي نفرشها بالأسرار، جيت لقيت فيها. وهسه راح اسوي قهوة ليوبارد. طبعا اخلي المي بالفنجان، بعدين اخليه بالدلة. اكو ناس تحبها خفيفة تخلي خاشوقة واحدة من القهوة، انا اخلي خاشوقتين، بس اهم شي المي يكون على قدر الفناجين. اذا فنجانين اخلي مي مال فنجانين. هنا القهوة قاعد تغلي على نار هادئة. هذا الشكر ستيفيا الصحي. هاي اول فورة، راح نسوي فورة ثانية حتى شنو يصير بيها وجه. فورة ثانية ونصبها. شوفوا الله، عاشت ايدي. طاف الطباخ اهم شي ما ننسى. هسه راح نقعد بالصالة. خطيرة انتي وانا الاخطر، طبت قهوة بلا سكر، انت الشهد يا هانم، طبت قهوة بلا سكر، انت الشهد يا هانم. الاشياء الجديده ممكن والله الجاي اكو عروض هواي لاعمال عربيه، بعد ذات انا ما اريد اخذ خطوه راسا، يهمني كلش ارجع لجماعه خان الذهب استشيرهم، لانه هم اللي صقلوا احمد بالشكل الصحيح واؤمن باختياراتهم اليه. احمد، التمثيل رساله، وانت رمضان بخان الذهب انطيت احلى مسج بالصداقه وبالاخوه، فشكرا جزيلا، لانه احنا ممكن شويه
بهاي الحياة السريعة كلش افتقدنا لهواية شغلات، ومن ضمنها انه احنا نكون اوفياء لاصدقائنا اللي احنا ممكن نحسبهم اخوان اللي ما جابتهم امنا مثل ما نريد نقول. شكرا لك. الله يسلمك. الموضوع ما بي بانه مو بس مجرد يعني الصديق ممكن يكون كاخ، الاصعب لما يكون انت صديقك هو اقرب لك من اخوك. يعني هاي الرساله كانت كلش حلوه، وانا كنت كلش احب هيثم. يعني اشوف كاركتر هيثم، الكاركتر اللي هو قريب على الشباب العراقيين، على الشخص اللي يكون على نيته. قريب لاحمد؟ كلش طبعا. شو لا. احمد من أجمل بوكيات الورد اللي وصلتني. حبيت هاي أني بالجلد مسوين الحرف. حبيبي عاش سيدك. شكرا عبود. أول جبت لكم هدية، جبت لكم كاميرا. الله بعد مكان، بعد ترتيب. والله عرفت أهل الذوق أنت عمي. والله جبت لكم هدية. أدري ما عندكم كاميرات خطية. شكلي ورا شلون مرتب الألوان. ذاك كان حلو بس هذا يمكن أوسع مو؟ هلو شلونك؟ شو الاخبار؟ باش مسوين؟ هاي مدينة ترفيهية يا عمي. الله 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 الله. مو قلت لكم تشوفون الالوان الزاهية بالمكان؟ رويدة شبعت بهذا؟ لا بعدني ما شبعت. بعد شو ما شبعتي وطلبت عصير برتقال. لو طالبة هذا مو احسن لك؟ انت راح اشربه منك.